هل ستتعافى من سرعة القذف بعد التعافي من العادة السرية والأفلام الإباحية؟ في الفيديو ده احنا هنتكلم عن سرعة القذف والعادة السرية، وازاي تعرف انك انت عندك سرعة قذف ولا لأ، وتأثير التوقف عن العادة السرية، وهنشرح لك برضو تمارين للتحكم الجنسي وعوامل تسريع التعافي. أول حاجة سرعة القذف والعادة السرية. الإفراط في العادة السرية يقلل التحكم الجنسي ويزود حساسية العضو. السرعة في الإفراط بتخلق نمط جسدي وعقلي معتاد على الإثارة السريعة. من أسباب سرعة القذف إنك أنت بتعمل العادة السرية بسرعة، ومثلا بتخاف إن حد يشوفك تقول أنا هعمل العادة السرية قبل ما حد يجي، بتبقى أنت عايز تعملها بسرعة، فديت المشكلة ديت لما بتتعود عليها بتعمل عندك سرعة قذف. طب إزاي تعرف إنك أنت مصاب بسرعة القذف؟ سرعة القذف مش مقياس انك انت تعرفها وانت غير متزوج، لازم ان تكون متجوز عشان تعرف انت عندك سرعة قذف ولا ما عندكش. عادة القذف بيحصل بسرعة بعد الإثارة او التحفيز، مثلا في اقل من دقيقتين، وبيحصل عندك صعوبة التحكم او تأجيل القذف رغم الرغبة في ذلك. استمرار المشكلة مع احساس بالاحباط او القلق النفسي. التوقف عن العادة السرية وتأثيرها. الجسم بيبدأ يعيد ضبط الحساسية الطبيعية للعضو. الدماغ يقلل اعتماده على التحفيز السريع من الإباحية أو العادة السرية. المدة الكافية للتعافي بتكون عادة ما بين 4 أسابيع و3 شهور، ديت في الحالة الطبيعية. مدمن يعني بنسبة بسيطة اللي سببتها العادة السرية، إنما مدمن في العادة في المتوسط الشامل بيبقى من 6 شهور إلى سنة عشان تتعافى تماما من سرعة القذف الناتج عنها العادة السرية. تمارين لتحسين التحكم وعلاج سرعة القذف. عندك تمرين توقف وابدأ، يعني تنزل وتقف، أو تمارين الأرجل، وتمارين ضغط الحافة، أو تمارين كيجل، تمارين عضلات قاع الحوض، تمارين كيجل تساعد تماما إنك في علاج سرعة القذف. العوامل اللي بتسرع التعافي طبعا تتبع نظام غذائي، تشرب مياه كتير، تكتر من الخضروات والفواكه. في البداية تبتعد نهائيا عن الإباحية، والنوم الكافي، وتقليل التوتر، وممارسة الرياضة بانتظام. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلك أي جديد نقدمه على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.